قصتي للعبرة، وأنا متأكدة بأن كل أنثى مرأة ولا شابة غادي تستافد منها، وغادي تتعلم بزاف، وغادي تعرف بأن واخا طيحي، واخا يوقع لك اللي وقع، واخا يكون عندك كوارث ديال الدنيا والدين، مشاكل ديال الجبال، يمكن لك تخرجي منها، ويمكن لك تزيدي للقدام، لأن الغلط تحتي ما خصكش تبقاي جالسة أولا تبقاي طايحة وكتسناي المساعدة، لأن في هاد الزمان ما بقاتش كاين المساعدة. وقفي ونفضي الغبرة وغادي تبداي قوية. أنا متأكدة وعارفة هادشي اللي غادي نحكي لكم غادي تستافدوا منه، وغادي تتعلموا، وما غاديش توقعوا في الغلط، وما غاديش تخليو الغلط يسيطر عليكم وتقولوا صافي تهديت. لا، لأن داز عليا بزاف، داز عليا اللي ما يقدش يهزو الجبل، ولكن بقيت قوية. كل طيحة كتعلمني حاجة، وكل مشكل كيعلمني من نسلك راسي، لأنني قوية. ولكن للأسف ما كنتش قوية في الأول. غادي نعاود لكم قصتي من الأول. أنا واحد شابة اللي الاسم ديالي نورة. حليت عينيا، وأول ما بقيت كنعرف لقيت راسي عايشة في دارنا مع أمي وبا وربعة ديال خوتي ولاد، وربعة بنات. البا ما كانش عنده شي خدمة اللي هي موظف ولا في شي شركة، ولا كيتسنى شي مدخول زعما غادي يجيه كل شهر. با كان غير مياوم، كان واحد الراجل اللي هو بسيط. با كان طويل وكان صحيح، وكانت الشوفة فيه إلا شفتي فيه كتحني راسك، ما كتقدرش تجاوب. أي واحد راجل ولا مرة، الحومة ديالنا كانوا دائما عاطينه 100,000 حساب وحساب، واخا فقير، واخا ما عندوش، كانت الهيبة ديالو سبحان الله منين كان صغير، والهيبة فيه. والميمة الحنينة كانت ربة بيت، كانت كدير المستحيل وكدير اللي في جهدها وكتر باش نعيشو مزيانين، نكونو لابسين نقيين، واخا الحوايج ماشي جداد. كانت كتمشي تشري لنا ديك الحوايج المستعملة. خوتي كبار، انا جايه في الوسط، عندي خويا كبر مني، واختي الاخرى كبر مني، وانا هي الثالثه. المهم قلت لكم 8 بينا، كنا فامنا محلولين، وبا على قد الحال، وزايدها بالبليه، لان البليه ديالو كانت هي الاولى، واخا غير مياوم اولا غير كيدبر على طرف الخبز كل مره فين كيخدم، ولا كاع طلعوا الدم ما كيخدمش، كيبقى جالس في النهار كامل في الدار. وحنايا النهار اللي كيكون با جالس في الدار الدبانه ما كتزنزنش. الاحترام كي قلت لكم، امي براسها كتخاف منه. بدينا كنكبروا، وبدينا كنعرفوا، وبدينا كنستوعبوا الحياه. با كان دائما كيكون ساكت، ما كيهضرش بزاف. هذاك السكوت ديالو كان كيخلينا حنايا دائما نبقاو ساكتين. الهضره ديالو فوق راسنا حنا كاع كاملين. كان كيبغي الام ديالو اللي هي جداتي، وكيحترمها، وإلا هضرات كلمتها ما كطيحش للارض. مع العلم كيف ما قلت لكم كلمته يعني معانا حنا ولادو، ولا امي، ولا العائله ديال امي. المهم خويا كبر ومشى يتعلم الصنعه. اختي تزوجات، بواحد ولد جيراننا. المهم با كان الحلم ديالو يخرج على برا، واخا ما عندنا حتى واحد حنايا في على برا في اوروبا، ما كاين حتى واحد. كان دائما با كيقول لنا خاصكم ديروا المستحيل باش تخرجوا على برا. انا الحلم ديالي كنت باغا نكون محاميه. تخيلوا معايا، في حي شعبي، وبا ما عندوش، وتا واحد في عائلتنا حنا تقريبا ما لباس عليه او لا عنده شي وظيفه مرموقه. انا كنت كنكتب مزيان، وكنت كنقرا. الابتدائي دوزته مزيان، والاعدادي كذلك، ولكن كنت كنحشم، وكنت واحد البنت اللي ما كنعرفش نمشي لا شت شي واحد كيشوف فيا، مع اني مربوعه القد وما زوينه ما خايبه، يعني مقبوله كي غادي نقولوا.
في دارنا كنت كنت حاذقة بزاف، كنت كنعاون أمي على خوتي حيت كنا بزاف بينا، وكانت اللي طيبات أمي ما كيقدش. يعني راكم عارفين مساكن وعايشين باش ما قسم الله. بقات ليام غدا هكاك وانا غدا وكنكبر، وخوتي اللي صغر مني حتى هما كيكبروا. قرايه كي قلت لكم كان الحلم ديالي نكون محاميه. كان كتب عندي واحد الخط اللي هو جميل بشهاده الاساتذه، والام ديالي كذلك. امي حتى هي كانت قاريه، ولكن ما كملتش قرايتها وتزوجات بابا. كانت كتعاوننا في القرايه وكانت كتحفظ معانا، وكانت دائما مسكينه هازه لنا الهم، لا من ناحيه الماكله ولا الحوايج اللي خاصنا نلبسو ولا الكتوبه اللي خاصنا كل عام. بزاف ديال الخوت وخاصهم كلهم يدخلوا وتكون عندهم الكتوبه ويكونوا الحوايج ونكونوا غاديين نقيين. فعلا امي حتى هي واحد المراه اللي هي طيبه، وكانت واقفه على التربيه ديالنا من القليل او لا من الكثير، مع العلم بان با ما كانش مسوق لنا. هو الهدف ديالو والحلم ديالو هي نخرجوا على برا، اما نخرجوا على برا واما نتزوجوا بشي واحد اللي لاباس عليه. كي قلت لكم جوج ديال خوتي منعوا، وانا جالسه كنشوف غدا وكنكبر. ولكن العقل ديالي ما عرفتش كيفاش حتى تبدل، وليت بحال اللي غادي نقولوا بديت كنتكاسل. ما بقاتش عندي الرغبه في القرايه. زعما واش على حساب ما عندناش، او على حساب الكتوبه اللي كنت كنمشي بهم قدام. ولكن لا، داكشي كله داز، ودابا انا غادي نطلع للثانوي، وبا بحال اللي بدا كيتبدل معايا ومع خوتي كاع كاملين. لانه هذاك خويا اللي صغر مني في ديك الساعه كانت عنده تقريبا شي 20 عام، كان خدام كان مساعد ديال واحد الطبيب، وكان كيعاون با. هز علينا شويه القفه، وكان كيجيب لامي كل اسبوع الخلصه ديالو، زائد كيجيب لنا مسكين كيفرحنا. تخيلوا معايا في ديك السن، لانه شاف با بانه ما هزش المسؤوليه كيف ما كان. واش كسر عليه الحمل؟ واش با زعما طلعنا له في راسو ما بقاش كيبغينا؟ لان حتى الهضره ما كانش بقى كيهضر معانا. امي مسكينه كانت محترمه وكانت كتبغيه، وما كانتش كتبغي با يحس بالنقص، لا من ناحيه الملابس ولا من ناحيه الماكله ولا من ناحيه الكتوبه. لدرجه ان خويا مسكين هذاك اللي قلت لكم صغر مني ناض كيخدم، وهو اللي بقى كيعاون امي وكيعاون با في نفس الوقت. ولكن الكارثه، واحد المره كان غادي يخدم، حتى كيجيو عندنا الجيران كيتغاوتوا وكيدقوا، خرجوا شوفوا راه عماد دار حادثه سير. با خرج كيجري وامي كذلك، وحنايا لقينا خويا للاسف في غيبوبه. داز فيه واحد مول الكاميو كبير وهرب وخلاه. جات الاسعاف والشرطه ولكن خويا مسكين دخل في غيبوبه تقريبا 3 شهور وهو في غيبوبه. كنمشيو نزوروه كنشوفوه مسكين ناعس على الفراش ديال الموت، لدرجه احنا اولا الام ديالي كتهضر معاه وهو مسكين في غيبوبه وكيبكي، يعني كيسمعنا شنو كنقولوا وحاس بينا. ولكن من بعد بزاف ديال المعاناة كيمشي عند الله. تأثرت انا وما تقبلتش هذاك الوضع. شفت خويا عزري مازال صغير وغادي يخدم، ومسكين كان هز مع والدي القفه، داه الله، الله يرحمه والله ينعمه. وانا كنت واحد البنت اللي متعلقه بالاخت اللي صغر مني غير بعام. هنايا غادي تقولوا لي علاش زعما قلت الشي وباك ما عندوش، امك حتى هي الحاله ضعيفه، ووالدين هادشي كله. غادي نقول لكم ربي بغى. امي حنايا ولداتنا ما بعدش بزاف على بعضياتنا، يعني كاع عام عامين كنا كاملين. الفرق بيناتنا عام عامين كيجي واحد اخر خويا. المهم الايام دازت هكاك وانا
دخلت في داك الصدمه ديال الاخ ديالي اللي مات. با حتى هو بحال اللي غادي نقولوا اعتكف، ما بقى كيمشي لا يخدم ولا والو. الام ديالي حتى هي كانت ديك الساعه مسكينه متاثره ومتاثره بزاف. ما لقينا ما نديرو. المهم انا دخلت للثانوي وكنقرا اولى باك. هذيك العام سقطت فيه. واخا واخا سقطت فيه، ما كنت كنقول لامي نجلس، ما بغيتش باغا نكمل القرايه ديالي. صافي ما بقيتش قاده، كتقول لي غير كملي. وفعلا زدت هذاك العام حتى هو، ولكن للاسف سقطت. وما نقول لكمش ما بقاش عندي رغبه في القرايه. الحلم ديالي كنشوفو كيضيع بين يديا. ولكن با هنايا بدا كيمرض. بزاف ديال الفم محلولين. اختي مجوجه ومشات لدارها. كنلقى راسي بانني ضروري وبالسيف عليا نسمح في الحلم ديالي ونبدا نخدم. قلت لامي ما بقيتش قاده نخدم. قالت لي هي شوفي، ما تستسلميش، ما توقفيش، مازال يمكن لك تقراي هاد العام هذا. وفعلا درت لامي خاطرها وقريت العام الثالث كذلك في الاولى باك وما نجحتش. 3 سنين وانا كنسقط. ما ما توقعتهاش. كنقول شنو هو السبب علاش ما بقاش عندي رغبه في القرايه. ما انا براسي ما بقيتش عارفه. كنشوف بان لا معيل، ما كاينش اللي يعاون، ما كاينش اللي يدخل علينا القفه. با بدا كيدخل السكر وبدا كيعيا لان ما دوزش قليل. زائد البليه هي اللي هدات له داك الصدر ديالو. بديت كنخرج وكنقلب على خدمه، وكانت هذيك هي اول مره فين غادي نشد الطوبيس ونخرج نقلب على راسي. من هنا لهيه، من هاد الشركه لهاد الشركه. كنفيق في الصباح بكري وندير كاسكيت ونخرج. ديك الساعه كانت عندي 25 عام، لانني كنت كبيره. واصلا في الابتدائي كنت دخلت كبيره، ما دخلتش على 7 سنين. كنظن دخلت على اكثر لظروفين. ما بقيتش عاقله علاش. صافي الشركات. بديت في واحد الشركه كنخدم، ولكن الشركه النهار كامل من 6 الصباح حتى ل 6 العشيه، والحال بعيد، وخصني نشد 2 ديال الحافلات باش نوصل للخدمه. ما استطعتش، ما قدرتش، وليت ديما كنمشي متاخره. السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، صافي عطاوني حسابي وقالوا لي سيري بحالاتك. رجعت للدار عند امي وانا كلي طاقه سلبيه مدمره. كنبكي وكنسكت وكنفكر. كنقول حيت انا ما قاداش على هاد الخدمه هادي. علاش خرجت من القرايه؟ لانني ديك الساعه ندمت. بقيت كنقول واخا وكان قريت بعينيا وبيديا وبرجليا، ولكن فات الاوان. زائد انا 3 سنين وانا كنسقط. الطرد راكم عارفين، المدرسه طردتني. بقيت كنفكر بحكم ان راني قاريه. جيت لدارنا وبقيت كنهضر مع امي. قلت لها امي شنو بالك نشوف البنات اولا الدراري الصغارين ديال الحومه ديالنا نبقى ندير لهم ساعات اضافيه. وفعلا بشويه بشويه بداو كيعرفوني الناس، الامهات كذلك، بحكم انني قاريه وواحد البنت اللي درويشه وداخله سوق راسي وتايقين فيا. بديت كنساعد امي، هذا يعطيني شويه، هاد الام تعطيني شويه، نصوب التمارين ديال الدراري، نحفظ معاهم. صافي بديت كنتعرف في هذيك الحومه اللي كنت ساكنه فيها. ما كاين غير دايرين الناس سوايع لولادنا، بحكم انهم عارفيني بانني ما كنتشرطش وما كنقول لهمش عطيوني قده وقده. اللي جا من عندهم كله خير وبركه كنعطيه لامي، كتقدا لنا، كتشري لنا داكشي اللي خاصنا. زائد بانني انا من داك النوع اللي ما كيبغيش يجلس. مشيت كنقلب على خدمه في واحد في التيليبوتيك. بقيت كنصرف للناس اللي جا كنصرف كيف ما كتعرفوا. تيليبوتيك كان وحده خصها ضروري اولا راجل يكون جالس باش كيصرف للناس ويعطيهم الصرف ويشطب ويمسح ويحل ويسد. فعلا في الصباح كنت كنمشي نخدم في التيليبوتيك، وفي العشيه حيت كيرجعوا الدراري من المدرسه كيجيو عندي. المهم كنت قاده وكنقلب على الريال، لدرجه انني كنت كنمشي نهار العواشر
كيكون العيد اولا كتكون شي مناسبه كيتجمعوا عندي كذلك الدراري، كنحني لهم في 27 كنحني لهم وكنصوب وكنظف وكنعاون امي. وانا كنكبر وانا كنلقى راسي بانني ضروري خصني نكون واقفه في جنب با اللي حتى هو ما كانش مخلينا، واخا ما كانش عنده، واخا كان مبلي محيت جاتو داك الوعكه الصحيه بدا كينقص من البليه ديالو، ولا جالس في الدار كيحاول حتى هو مره يخرج مره يجلس. خوتي الاخرين مازالين كيقراو، هذيك اللي تحت مني حتى هي وليت حاضياها وكنقول لها قراي باش ما تكرفسيش بحالي وما تمرمديش. ولكن هي كانت حتى هي طايشه، وكانت كتمشي للمدرسه غير باش تضيع الوقت وتتلاقى مع صحاباتها وتمشي تضحك وتلعب، وفي التالي كترجع للدار. وصلت بها الجرأة حتى مبقاتش كتبغي كاع تدخل تقرا، كدير راسها مشات تقرا وهي عاطيها غير الدوران. جيت انا حصلتها وعرفتها، هدرت مع امي قلت لها شوفي هذه راه غادي دير لنا شي مشكل اللي هو كبير، حاولي ما امكن تزيري معاها الحساب. ولكن حتى هي سقطت العام الاول. العام الثاني ديك الساعه انا كنت خرجت كنقلب على خدمه اللي هي تكون خدمه ديال المعقول، اما كندير ساعات اضافيه للدراري، زائد داك التيليبوتيك، زائد كنت كنمشي ندير اللي في جهدي وكتر. كنت بعض المره كنمشي نعاون الناس في ديورهم اللي كيكون عندهم داك الميناج اللي كبير ديال التصبين ولا ديال التسياق ولا ديال حكا اللماعن. شنو بقيت كندير؟ وليت كنمشي وكندي معايا اختي الام ديالي، كنقول لها انت ما تهضريش، انت خليك في الدار معززه مكرمه. لان حتى هي بعض المره كانت كتقول لي غادي نمشي نخدم، نقلب على خدمه في شي قهوه ولا في شي بلاصه. كنقول لها الا خرجتي وإلا قلبتي على خدمه وخدمتي انا راكي ما غاتوليش تشوفي وجهي، خلي ربي كبير ودابا يسهل عليا. وفعلا ربي بدا كيبين لي واحد البصيص من الامل. واحد جارت جداتي قالت لي واش تخدمي؟ قلت لها فين خالتي؟ قالت لي في واحد المطعم. قلت لها فين؟ قالت لي هافين وهافين. وفعلا قلت لها واخا غادي نمشي نخدم. مشيت لواحد المطعم اللي هو ما بيهش، متوسط، ماشي من داك المطاعم الفخمه او داك المطاعم الشعبيه، هذا جاي ما بين وبين. بديت الخدمه فيه، بديت في غسيل الماعن، بديت في الفريك، بديت في المسيح ديال الطبالي. انا ما كنت لا كنسربي ولا والو، كنت الفوق في الكوزينه غير كنمد ونقرب ونقطع الخضره. وخصني نكون انا وواحد الصديقه ديالي خدامه نيت تما، كان ضروري خاصنا حنا ندخلو حنا للواله، حنا اللي كنحلو الباب ديال المطعم وحنا اللي كننظفو ونمسحو الكراسه ونصوبو الخضره اللي غتصوب ونديرو اي حاجه باش يجي المعلم ويلقى داك الشيء هو هذاك. كان داك المطعم فيه شي 5 ولا 6 د البنات. المهم خدمت عامين. وشنو كنت كندير؟ هذاك المطعم داك السيد كان دائما كيقول لي داك الشيء اللي كيبقى خوديه بصحتكم وراحتكم، عارف بان ما عندناش وناس بسطاء. كنت كندي الخبز وكندي الطواوي ديال الماكله وكندي الشلايض، وندي واخا داك الخبز اللي مقسوم على جوج اولا داك الشدوقه اللي كيبقاو على الناس كنا كنديوهم. امي كذلك مسكينه فرحات، وفي نفس الوقت ما كانتش راضيه وما كانتش عاجباها هاد الخدمه هذا اللي انا خداماها. ولكن الحمد لله ولينا كنشبعوا في كرشنا، ولينا كناكلوا الماكله اللي ما عمرنا ما كنا كناكلوها تقريبا. كل شيء وليت كنجيبو كنهز وندخل معايا القفف كل ليله، حتى ولاو داكشي ولا غير كيشيط علينا وكنعطيو لجيراننا كذلك. هذيك السيده اللي كانت خدامه معايا صافي تزوجات. هنا بديت كنقلب، هضرت مع المعلم قلت له عندي اختي وحادقه بحالي وفي نفس الوقت نبقاو نمشيو ونجيو انا وياها. هضرت مع امي، اختي كذلك كانت جلسات من القرايه وعطيها غير التكركير والدوران. قلت لها تقعدي تخدمي. وبديت كنديها معايا كنعلمها الحرفه وكنعلمها كيفاش دير وكيفاش تعامل. كي قلت لكم ما كناش كنبانو حنا في المطعم، غير فوق في الكوزينه كان خدمنا وردمنا الخلصه ديالي زائد الخلصه ديال اختي والماكله اللي ولينا كنجيبو، والخبز ما بقيناش كنشريوه
با كان كيتعرض لنا في الليل، لاننا كنا كنخرجوا وكنكونوا معطلين بالليل. كنلقى با وجوج من خوتي هادوك المتوسطين حتى هما كيتسناونا، كيحطنا المعلم بالسياره ديالو، لان كنا كنتعطلوا في الخدمه وكيكون ترونسبور سالا. هذه وحده من الشروط اللي كنت انا شرطت على المعلم، وداكشي اللي كاين. المعلم الله يعمرها دار كان حاسبنا بحال بناتو، وكان كيوصلنا حتى كيشوف با واقف، عاد كنهبطوا من السياره وكندخلوا هازين القفف والريحه ديال الماكله، ولينا كنعطيو حتى للعائله ديالنا الماكله، ولينا عايشين مزيان على الاقل. وبا كان تايق فينا وعارفنا باننا كنخرجوا في الصباح نخدموا، وفي الليل راه كيجيبنا المعلم، لان ما عندوش منين يخاف. وانا كنت قاده، وكنت بنت ديال الوقت وديال الزمان، ما كنتش كنثيق في حتى واحد. المهم بقات ليا مغاده هكاك، والمعلم زادني في الصالير، واختي كذلك حتى هي زادها، وبقينا عايشين بخير. جات واحد اختي اللي كانت صغر من هاد اختي اللي تحت مني، جا واحد طلبها ومشات. كانت هي اول وحده غادي تخرج للديار الاوروبيه. ابا طار بالفرحه. كانت غير من الجيران ديالنا، كانوا كيسمعوا باننا بنات مزيانين وداخلين سوق راسنا. وواحد الجاره كانت ساكنه حدانا، ولدها كان عايش في الديار الاوروبيه، كان باغي يتزوج، وعرضت عليه اختي. صافي، جا ديك العطله ودار كل شيء، الخطوبه وضرب الصداق واي حاجه. المهم فرحنا وسعدنا، والاخت ديالي بقات تما جالسه معنا تقريبا غير شي واحد الفتره اللي هي قليله، وكيديها الراجل ديالها. با هذيك هي البنت ديالو اللي هبل عليها، وكان كيقول لها راكي مرضيه، راكي محظيه. علاش؟ كيف ما قلت لكم في الاول، راه كان باغي يتعوى. الحلم ديالو كان يمشي شي واحد فينا لاوروبا، لانه هو راجل كبر وما بقاش من حقه يمشي لاوروبا. هو كان دائما كيشوف شي جيراننا جايين من الخارج، كان كيبكي، كيقول لك شوفوا الناس اللي عايشين، شوفوا اللي سهل عليهم سيدي ربي، ماشي بحالكم نتوما. فعلا الاخت ديالي مشات لاوروبا وعاشت بسلام، هي والزوج ديالها. المهم كل شيء كان مزيان، وانا كنت قلت لكم هازه الحمل الثقيل، لان الخلصه ديالي انا شنو كنت كندير بها؟ كنعطيها لامي وبا، وما كنتش كنخلي با يبقى بلا بليا، واخا ما مزياناش لصحته، ولكن ما كنتش كنبغي نشوف با بانه ما عندوش، او لا جيبو خاوي، او لا ما عندوش باش يخرج ولا يتقهوى. كنت كناخد انا غير فلوس الحمام، وبعد المره كنت كنصوب شعري. يعني المتطلبات ديالي كانوا ساهلين بزاف. الاخت ديالي اللي خدمتها معايا كانت دايره معاهم الحساب، كانت كتقول لهم نعطيكم النص ونخلي ليا النص انا، باش نجمعوا حتى انا وندير علاش نولي. واحد المره في الخدمه انا، واحد السيد كان جالس كيتغدى، وهذيك الشابه اللي كانت كتسربي تعطلات. هي كتجي كل نهار، وزعما حتى هي زوينه، كان الاسم ديالها سهام، الله يذكرها بخير. دخلت انا وبقيت كنشوف في داك السيد، يعني داك البنت اللي ما جاتش تعطلات، وليت انا كنمد للناس، يعني واخا بحوايجي وبطابليتي ديال الخدمه الفوق هبطت، يعني اضطريت باش نسربي في هذيك الساعه او لا ساعه ونص اللي ما جاياش فيها سهام. هذاك السيد بقى كيشوف فيا، كنشوف راجل بانه معقول، راجل اللي ما بيهش، ماشي شي واحد اللي مازال صغير، او لا غادي نقولوا برهوش، لا، تقريبا كان العمر ديالو شي 30 سنه، ما زولش عينيه مني. وانا كذلك كنقول علاش كيشوف فيا؟ ياك ما كيعرف با، ياك ما عارفني ها فين كنسكن وها فين كنسكن. بقيت كنشوف فيه وما عطيتوش وقت. صافي هي هذيك جات السيده وخدمات في بلاصتها وانا طلعت الفوق. ولكن هذاك الراجل ولا تقريبا نهاريه ونهار لا كيجي لذاك المطعم. علاش كيجي؟ غير باش يشوفني، ولكن هو ما قرب لي، ما هضر معايا، ما قال لي شي حاجه اللي هي خايبه ولا والو. حدو الابتسامه اللي كيشوف فيا من البعيد، وعينيهم اللي ما كيزولهمش مني. واحد المره المعلم ديالنا داينا للدار انا واختي، جا هو قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت له شنو المعلم؟
قال لي راه واحد السيد سولني عليك وقال لي واش مجوجه. قلت له شكون هو؟ قال لي هاكي داير وهاكي داير. بدا كيوصفولي وانا عرفته. قلت له فعلا راه ديما ولا كيجي وما كيزولش عينيه مني. مالو هذاك المعلم شنو بغى؟ قال لي واقيلا راه ربي غادي يسهل عليك، وكيف ما تزوجات فلانه وتزوجات فلانه راكم نتوما تبارك الله البنيات اللي كنجيبهم يخدموا عندي راه ما كيكملوش معايا 3 سنين 4 سنين، كيجيب لهم الله شي رجال وكيتزوجوا. تا انت واقيلا ربي غيسهل عليك. ما ديتهاش في داك الموضوع، مشيت هز معايا با القفف ومشينا بحالاتنا. فعلا السيد ولا دائما كيجي هدر معايا لاول مره، وقفني وقال لي ممكن تعطيني شي رقم باش نتواصل معك، انا راني باغي المعقول. قلت له باغي المعقول اجي لدارنا، وانا ما غاديش نعطيك رقم التليفون، ومره اخرى ما تعاودش توقفني يا سيدي، انا هنا في بلاصه ديال الخدمه ماشي ديال التعارف. زاد تعجبته وزاد لصق فيا ومشى عند المعلم قال له بغيتك توريني دارهم، راه ما بغاش تعطيني رقم التليفون. قال له انا ماشي غادي نجي ونعطيك رقم التليفون ديالها ولا غنعطيك العنوان، خليني نهضر مع باها ولا نهضر معاها هي، وديك الساعه الا وافقات مرحبا، الله يكمل عليكم بالخير. فعلا المعلم في ديك الليله عاود قال لي الراجل راه باغي المعقول وباغي يجي لداركم. قلت له واخا عطيه رقم التليفون ديال با وما يكون غير الخير. المعلم الله غد ليه عطاه الرقم ديال التليفون ديال با. السيد ديك الساعه اتصل به قال له شوف اسيدي انا طالب راغب، الا ممكن بغيت نهضر معاك ونتعرف عليك وتتعرف عليا، وانا راني ناوي غير الخير. فعلا ابا هضر معاه قال له الا كنت باغي الخير ولدي نتلاقى انا وياك وتعرفني براسك شكون انت وشنو كدير وفين كتسكن ومرحبا. جا عندي انا با في الليل قال لي ها شنو وقع وها شنو وقع. انا حنيت راسي اما وليت هزيتو. راكم عارفين انا ما كنقدرش نهضر مع با اولا نقول له شكون هذا ولا نجاوبه. قلت له با اللي بغيتيها مرحبا. فعلا تقريبا شي اسبوع كيتلاقى معاه هضر معاه قال له سيدي بغيت نطلب يد بنيتك الا كان ممكن، انا راني تا انا بغيت نتزوج والحمد لله عندي دويرتي على قد الحال، ما غاديش نقول لك لا لاباس عليا ولا انا راني فقير، الخدمه ديالي كنخدم. با سولو قال له شنو هي هاد الخدمه ديالك؟ قال له انا بحال اللي غادي نقولوا سمسار. قال له كيفاش سمسار؟ قال له كنبيع ونشري في الحديد، في السيارات، في الموتورات، كل نهار ورزقه، ولكن الحمد لله راني حل الاسره وقاد باش نحسن من راسي ونحسن من الوضعيه ديالي الا قبلته وعطيتوني اليد ديال بنيتكم. قال له يكون خير. المهم ديك الساعه هضر معايا با وقال لي ها شنو كاين وها شنو كاين، ها الخدمه ديالو وراجل راه كيبان معقول وغادي يجيب والديه ويجي. قلت له با هضرتي ما غاديش تطلع فوق منك، اللي بغيتيها هي اللي كاينه، هذاك الشيء اللي كاين. انا حشمت نهضر مع با وحشمت نقول له بانني واخا غادي نتزوج ولا كتاب وكان في المكتب راني ما غاديش نسالي الخدمه، لانني عارفه هازه المسؤوليه ديال والديا وديال خوتي. ما قلت لبا والو، صافي دار معاهم الموعد فوقاش غادي يجيو. فعلا هذاك السيد اللي غادي يجي يخطبني الاسم ديالو الحسن، جاب عمو وجاب مرات عمو وواحد اختو كبر منه لان هو يتيم ما عنده لا مو لا باه. جا وجاب الصواب في يديه وجلسوا، امي كانت موجده داكشي اللي قسم الله، جلسوا في العشيه هضروا وتكلموا، وانا راني في السطح، راني في واحد البيت في واحد السطح ديالنا، ما قديتش نهبط ولا قديت نتفنفن قدام با شي حاجه عندي كبيره انا في الحياه، واخا مسكين نقصات الخدمه ديالو ونقصات صحته وكل شيء، ولكن با كيبقى هو با. ما غاديش نقول شي حاجه اللي العكس ديال با. صافي الناس مشاو بحالاتهم وهبطت انا. تخيلوا معايا شي ساعتين وانا الفوق جالسه مرتبكه وكنقول خير ان شاء الله، ما يكون غير الخير. غير مشاو بحالاتهم، خوتي طلعوا عندي قالوا لي راه مشى، صافي الدار راه خاويه. هبطت وانا حشمانه بحال اللي ما نعرف شنو درت. با جلست انا وياه على الطبله
وشرح لي كلشي. قال لي السيد ها شنو كيدير واشنو كيدير، وعنده واحد الدويره اللي هي عاديه، وراه طالب يديك واش باغا ولا لا. انا ما قدرتش نقول لبا لا يه ولا لا، ما هدرتش. كيقول لي جاوبيني وانا كنشوف غير لتحت. قلت له با اللي بغيتي. قال لي ماشي اللي بغيت، شوفي انتيا. قلت له با الا ممكن بغيت نهضر مع امي. وفعلا خلاني نهضر مع امي. هضرت مع امي قلت لها شوفي امي، انا بغيت نخدم، واخا غير الا كتب هذا الراجل هذا راني بغيت نخدم. ما يمكنليش نبقى جالسه لانكم معتمدين عليا، وانا ولفت الخدمه وكنجيب لكم ما تاكلوا وتشربوا، والحمد لله عاد ولينا كنشبعوا في كروشنا، ولينا الحمد لله لاباس علينا. واخا هذا الشيء هذا انا كنعتقده بانه ماشي شي حاجه اللي هي ديال الثراء، ولكن الحمد لله احسن من اللي كنا 100 مره. قالت لي شوف يا بنيتي، ما تهوليش، وانا غادي نقولها لباك، وإلا قبل الله يسهل عليك يا بنيتي والله يعاونك. ولكن باك راه خصو يقولها لهاد السيد هذا. فعلا الاب ديالي هضر معاه، يعني انا غد ليه مشيت كملت خدمتي وخدامه على راسي انا واختي، والخدمه عجباني وفرحانه. يعني ما عنديش مشاكل ديال ترونسبور ولا ديال شي حاجه اللي غادي توقفني، لا بالعكس. الراجل هضر معاه قال له غادي نقول لك واحد الحاجه. قال له عمي، انا مراتي ما نبغيهاش تخدم، انا مراتي قاد بها، ولكن با جا هيشان وقال له شوف ولدي، ماشي عليها هي، البنت راها معاونانا وهزه النص ديال المسؤوليه ولا اكثر، راها كتجيب لنا ما ناكلو ونشربو، وحنا ما خبعنا عليك والو، حنا فقراء تحت الله، وانا صحتي غدا وكتدهور كنخدم ماشي ما كنخدمش، ولكن راها بنتي معاونانا. قال له شوف عمي، شحال كتعطيكم في الشهر؟ غادي تبقى الشهريه ديالكم كيف ما هي. حسبوا فلانه اللي هي الزوجه الكريمه ان شاء الله ديالي مستقبلا بحال اللي هي مازال خدامه. ايوا شنو بغيتي، كاين اكثر من هكا؟ قال له واخا، الله يكمل بالخير. المهم صافي، انا داك السيد ولا كيتصل بيا وكنهضر معاه، وما بغيتش كاع نخرج معاه انا، لان ما عنديش الوقت. عندي نهار الحد هو اللي خاوي، وهذاك نهار الحد كنكون ما مسالياش. اول حاجه كيجيو عندي الدراري ندير لهم السوايع، ثاني حاجه كتبقى لي العشيه كنمشي للحمام، كنقاد حوايجي، كنشوف الركاني ديال دارنا كنجبدهم. قلت له شوف، التليفون انا كنهضر معاك فيه، ولكن باش تقول لي نخرجوا ولا ندخلوا ابدا. هضر مع با هو، قال له بغيت غير نهضر معاها مره ولا جوج، غير غير نجلس انا وياها. قال له با شوف، الا بغيتي تجلس انت وياها اجيو للدار، مرحبا بك، واجي دابا راك انت واحد من الاسره ديالنا. فعلا ولا كيجي نهار الحد، دابا حنا اتفقنا، وشرا لي الخاتم وشرا لي حويجات، وبا اتفق معاه على الصداق وعلى الدار. ومشيت واحد المره انا وامي وخوتي وشفنا الدويره اللي غنسكنوا فيها، ماشي شي دار اللي هي كبيره، ولكن فيها جوج بيوت وواحد الصويلين صغيور ومطبخ على قد الحال. بدينا كنأسسوا ديك الدار، داكشي اللي بدلو راه كيبدلو. انا امي ما نكذبش عليكم متعلقه بها بزاف، ما نقدرش نخطف خطوه بلا ما نقولها لامي. قالت لي يا بنيتي، ها الراجل راه شاريك، ها انت كتشوفي الخلصه غادي يبقى يعطيها لنا، وما تهوليش منا. واختك هي اصلا خدامه، واش اختك غادي تخلينا؟ اختك راه مازال ما جا حتى شي واحد، وان شاء الله حتى هي غادي تخدم علينا وتعاوننا، زائد هذا المصروف اللي غادي يعطينا الزوج ديالك. المهم درنا واحد الصداقه، درنا اعلان ديال الزواج، شهرنا الزواج، جات الاسره ديالي والاسره ديالو، كيف ما قلت لكم هو يتيم. مشيت لدويرتي وبديت معاه، كنتعرف عليه بشويه بشويه، انسان اللي هو طيب وداخل سوق راسو، ما كيكذب عليا ما والو، زائد البليه ما مبلي بتا حاجه، حتى السجائر ما كيدخلهاش لفمو. راجل اللي كيبان لي ظريف، راجل معقول، كيفيق في الصباح كيمشي يخدم على راسو، يعيط لي في التليفون، يتواصل مع الوالدين ديالي، نهار الحد كيجي كيمشي يديني عند ميمتي وعند بيي. صافي بقات الامور غدا هكاك، ما كاملاش حتى شهر حتى لقيت راسي بانني حامله. اش غادي نقول لكم، الحمل ما كنتش عواله عليه وما كنتش دايره في حسابي، ولكن ربي بغى. صافي دازت ديك الفتره ديال الحمل، الراجل كيتعامل معايا مزيان ووقف معايا، ومشيت ولدت وجيت ودرنا السبوع.
امي فرحات مسكينه وحتى با كذلك. بقات ليا غدا هكاك. الراجل ديالي وليت كنفهمو وبدا كيفهمني، ولقاني بانني امراه وقاده. الدار كيلقى هكا تشعل، الدار نقيه، لانني انا كنت كنموت على النقا. كنت دائما حكا لماعن، وكل اسبوع كننظف الدار ونحك ونسيق الطياب غير الشهاوي. كنت دائما دائما واقفه معاه كذلك. غير كيوقف في الصباح كيلقاني وجدت له الفطور، وجدت له حوايجو. كانت عندنا واحد السياره اللي هي غير عاديه، ماشي شي حاجه اللي ديال الطوب، لان كيف ما كتعرفوا راجلي كل مره كيبدل السياره ديالو بحكم هذه هي الخدمه. با كان كيشكرو وكيقول لك راجل تبارك الله، لان هذيك الخلصه ما زولها لهمش، كان كيعطيها لهم. وانا بقيت كنشوف وهضرت مع الزوج ديالي، قلت له شوف غادي نخدم في واحد الشركه. قال لي علاش غتخدمي؟ قلت له دابا ما عندكش عذر، ماشي مطعم ولا شي حاجه اللي خايبه، كاتبه في واحد الشركه دبرات لي عليها واحد السيده، بحكم ان انني قاريه، ماشي شي وحده اللي ما عمري ما قريت. خدمه جابها لي ربي باش نتعاونوا انا وياك وباش نهرس حتى من الروتين. وهذيك الخلصه اللي كنتي كتعطيها لبا صافي ما تعطيهالوش، انا غادي نخدم ونعاونهم حتى انا. بقى كيفكر وكيشوف ومشى معايا لديك الشركه، ولقاني فعلا غنخدم كاتبه. بديت الخدمه ديالي، خدمه اللي هي كنت مرتاحه فيها ككاتبه، شي حاجه اللي زوينه ونظيفه. كنخدم وكنرجع لداري. كنت سبت وحد ما كنخدموش، يعني شرطت عليهم النهار الاول بانني مراه وعندي مسؤوليه. الوليد اللي كنت ولدتو كنت كنخليه للميمه ديالي اللي هي كانت قالتها لي، قالت لي ما تهوليش بنيتي وسيري خدمي وولدك في الحفظ والصون. صافي العام الاول، العام الثاني، واخا كنت دايره الاحتياطات ديالي باش ما نولدش، ربي عاوتاني كذلك كيعطيني بنيته. ربي كيرزقني ببنيته وانا خدامه، وبدينا كنتعاونوا انا والراجل. الراجل كنت واقفه معاه وكنت كنوريه شنو يدير وشنو ما يديرش، والاقتصاد. وكنت كنحرم راسي من بزاف ديال الحوايج، كنت كنحرم راسي من اشياء اللي هي كان كان خاصني نديرها، ولكن كنت كنقول لا، خليني نجمع الريال على خوه. كذلك الراجل كان تايق فيا، شافني بانني مرا ديال الزمان ومرا لي جمع يدي ماشي مبدره. حتى الخدمه ديالو هو بقات كتيسر، ولا كيعرف الناس مزيانين، الناس كبار في الخدمه، ولا كيقبط كيبيع طوموبيلات اللي ديال اللوكس. ما بقاش كيف ما شحال هادي كان كيكون جالس غير في القهوه سمسار اللي هو عادي، كيبيع مره في ال15 يوم او لا في مره في ال20 يوم عاد كيبيع داك الطوموبيل او الموتور. دابا ولا عليه الطلبات والرغبات، لانني كي قال هو وكيف ما قالوا الناس كاع العائله ديالو دخلت عليه بقدام الربح، عاونته ووقفت وجمعت الريال على خوه. كنا حالين كونت مشترك، كانت فلوسي على فلوسه، واخا فلوسه هو كنت كناخد منها غير الحاجه المهمه بزاف. اول حاجه بديناها هي جمعنا الفلوس ديال واحد الدار اللي احسن من هذيك اللي كنا ساكنين فيها، الدار اللي هي معتبره، دار اللي في حي راقي، حي زوين، خلصتي على خلصته. الريال كنت ندير له 100,000 وحساب وحساب عاد كنطلقو، ما كنتش كنتحاسب معاه. واخا الدار خداها هو كان دارها بسميتو، قلت له ماشي مشكل نخدمو ونردمو. انا الاهم حاجه اللي كانت عندي هي نوقف شوكه في حلق اي واحد يكون ضد راجلي. امي كنت عاطياها، با كذلك كنت كنعطيه مصروفه، خوتي كذلك. اختي الاخرى اللي كانت صغر من هادي دبرت لها على خدمه في الشركه، وليت انا غاده وكنطلع في في المراتب في الخدمه، وليت انا كنشد صالير اللي هو مهم. سبحان الله، كيبيتها في شان وكيصبحها في شان. ما كانش بيناتنا الحساب، راجلي عمره ما زول لي الريال، كان كيقول لي فلوسي هي فلوسك وفلوسك هي فلوسي. ما كانش كيتحاسب معايا اولا كيقول لي علاش هزيتي، لانني انا اصلا ما كنتش كنهز. الا ما حطيتش الفلوس البنكه ما كنهزش منها، كنهز غير الضروري اولا كان شي حاجه غادي ناخدوها
زائد لقيت واحد المحل اللي هو كبير بحال كراج، بالماكن ديالو، بكل شيء، بالماتيريال، لانه ولدو كان باغي يمشي لاوروبا. المهم همزه واش من همزه، عجبني الحال وهضرت مع الزوج ديالي، قال لي بسم الله بسم الله واخا. قلت له ولكن هاد هاد الكراج هذا اللي كتشوفوه كبير وبالماتيريال ديالو غادي دير سميتي وسميتك. قال لي مرحبا. الله ودي، انتي تامري وانا ننفذ. وفعلا ربي سهلنا وخديناه. دابا الحمد لله ولينا لاباس علينا شي شويه انا والزوج ديالي. واحد خويا حطيته في داك المحل وقلت له شوف، هادوك الماتيريال اللي كاع كانوا كاملين درناهم في القاع ديال داك الكراج، لانه كراج كبير وكراج اللي جاي في الشوكه وجاي في الشارع. عمرتو له بداك الاواني المنزليه وباع فيه وشرا. قلت له شوف، هذا مصروفك ومصروف ديال العائله، امي وبا ما تخليهمش مخصوصين. صافي داكشي اللي كاين. ولا الراجل ديالي تبارك الله ما شاء الله، ولا طالع في النيفو، ولا كيبيع ويشري، ولا كندير معاه خدامه حتى هو في التالي. انا خدامه، الكونت كنحطو فيه الفلوس، هو كيحطو انا كنحط. شرينا واحد الدار اللي هي كبيره، ولادنا غاديين كيكبروا، الزوج الكريم ديالي ولا معروف، ولا اللي بغى يبيع شي حاجه الطوموبيلات ولا غير داك الحديد الواعر هو اللي كيدخل فيهم، يعني ولا سمسار صحيح بالبيرو، بالخدامه، باي حاجه. لانه في الاول كان لا شيء، كي قلت لكم كان كيبيع طوموبيل في ال 15 يوم ولا في الشهر. دابا ولا ما عندوش فين يحك راسو، ولاو معاه حتى الخدامه. حنا غاديين وكنكبروا. دابا تعطلات عليا الدوره الشهريه كذلك، مشيت درت تحليله، كنلقى راسي عاوتاني حامله. يا ربي اش هادشي هذا، وانا اصلا ما عنديش كاع الوقت باش نحمل ولا باش نجلس في الدار ولا باش نربي عاوتاني من داو جديد. الحمد لله اللي مامتي كاينه ومعاوناني في وليداتي هادوك الجوج. عاوتاني عاود نبدا من الصفر، ما عندي ما ندير. هدرت مع امي وقلت لها غادي نزولو، قالت لي ها السخط ها الرضا. ما لقيت ما ندير، هكاك بقيت. صافي غير بدات كتكبر لي الكرش. صافي مشيت للشركه قلت لهم ها شنو ها شنو، عطاوني العطله. ولكن هاد الكرش هادي صعيبه بزاف، خلاتني غير مغطى وغير متكيه وغير ناعسه، ما كنقد لا ناكل ولا نشرب. امي حدايا ما بقيتش كنبغي لا نخرج ولا ندخل. ولكن الحمد لله ربي دوزها على خير وبخير، ورزقني ربي عاوتاني بواحد البنيته، بنيته اللي غير شفتها نسيت كل شيء، نسيت العذاب كامل اللي دوزت. صافي خلصت امي عندي في الدار، جلست ميمتي في الدار، ولات كل شيء كديرو هي، دايره لها واحد المساعده وهي اللي كتامر وهي اللي كتنهي. الحمد لله ما خليتش امي تمرمد وما خليتهاش تكرفص. رجعت للخدمه ديالي، وكذلك زدت قرات في الخدمه. والراجل ديالي حتى هو ما بقيناش كنشوفو انا وياه، ولينا عاطينها غير جميع الفلوس، غير الخدمه، غير الدريك، غير المستقبل. شرا واحد الدار اللي هي كبيره، متكونه من 3 ديال الطوابق، يعني بحال غادي نقولوا عماره صغيره، زائد داك الكراج، زائد المشاريع، زائد الديور اللي ولاو عندنا. خوتي ولاو لاباس عليهم حتى هما كياكلوا ويشربوا، ما ناقصهم حتى خير. با ولا جالس الحمد لله، ما بقى خاصو حتى حاجه، لان حتى الصحه ديالو ولات كتنقص، ولا غير جالس نقيقي، مهلي في راسو مهلي في صحته، ما كيقوليش هو عطيني، انا كنعطيه قبل ما يهدر، لان هذاك واجب عليا. كنلقى راسي بان لي الحمد لله ربي كيرزقني بالليل وبالنهار، ما نعرف واش بالرضا ديالهم ولا بالحداقه ديالي انا، ولا كي قالوا هما وقالت العائله ديالو دخلت عليه قدام الربح. المهم مزيان كل شيء حتى لهاد الساعه هادي مزيان، ولينا ناس لاباس علينا. زائد هو محيت بدا كيكبر ولقى بان داك الجوج اولا 3 خدامه اللي كانوا معاه ما بقاوش قادينه. اقترحت عليه وقلت له شنو بالك نديرو شركه. بقى كيفكر، قال لي هاد الفكره ما عمري ما فكرت فيها. قلت له كون هاني، نتعاونوا انا وياك وغادي دير شركه وغادي نوقف معاك، واي حاجه احتاجيتيها انا معاك.
بحكم أن الخدمة ديالي ككاتبة وعندي معرفة، ولات عندي دراية، قلبت وسبقت وجريت حتى فعلا وقفنا هذيك الشركة، ولاو موظفين عندنا، ولينا خدامين، ولينا تبارك الله ما شاء الله كندخلوا الفلوس اللي هي صحيحة. ما بقى خاصنا والو، ولادنا غاديين كيكبروا. الولد الاول ديالي الكبير تقريبا كانت العمر ديالو شي 19 عام، الاخرى كذلك بنتي حتى هي كبرات. يعني انا وليت صافي قلت له ها انت كتشوف دابا غادي نبقاو نجلسوا نرتاحوا. كيفاش غادي نجلسوا نرتاحوا؟ راه انا وليت كنعيا، انا رجليا راه ولاو كيتنفخوا عليا، الخدمه غادي نحبس منها، وتبارك الله ما شاء الله هادشي كاع كامل اللي عندنا من الصاب غير نقدو به. قال لي ديري اللي بغيتي. فعلا خرجت من داك الخدمه هذيك، وليت مقابله المشاريع ديالنا، وهذيك الشركه كنمشي فوق بغيت ونجي فوق بغيت. واخا انا جلست من الخدمه، زعما غادي نكون جلست ارتاحيت وليت نديها في صحتي ونديها في الجمال ديالي؟ ابدا، ما كاين غير السبرديله وسروال الجين وكنجري. حتى لما بغاش يمشي هو للشركه انا اللي كنمشي، وانا اللي كنتحاسب مع الخدامه، وانا اللي كنطلع، انا اللي كنهبط. دابا وليت كنلاحظ انا راسي بانني فعلا رجليا مشيت درت عليهم التحاليل، ولا الطبيب كيقول لي ما خصكش تبقاي واقفه بزاف، راه خصك الرياضه، وخصك ديري هادي وهادي، وغادي ديري واحد الصمت على ظهرك. رجليك راه ما بقاوش كيتحملوا، بحكم انا وليت في التالي غلاضيت. وليت كي قلت نتوما الحمد لله الفلوس والرفاهيه والطوموبيل ما بقيتش كنمشي كاع على رجليا، زدت في الوزن وزدت بزاف. للاسف الطبيب كيقول لي خصك توقفي غير ساعات محدده وتعطي الراحه لراسك، وتبقاي ديري رياضه المشي، ولا شوفي شي بلاصه تبقاي تريني فيها. صافي وليت كنرتاح، ما بقيتش كنمشي بزاف للشركه، ما بقيتش. صافي الراجل قاد بشغالو، امي هي حدايا. وليت قلت واش غادي نعيش فيها دائما؟ خليني نجلس ونرتاح. فعلا وليت دايها في صحيحتي وفي رجيلاتي، كندير المساج، كندير المشي. صافي. ولكن هنايا لاحظت الراجل بانه بدا كيتبدل، بدا كيتشبب، ولا كيلبس شي لباس غير لائق، اللباس ديال المراهقين، الحسانه ديال المراهقين كذلك. حاجه فلان، مالك وليتي هكا؟ واش غادي دير الضحك في راسك؟ انت كبرتي وراك مهم، وعندك خدامين اللي صغر منك وما دايرينش هاد الحاله في راسهم. مالك وليتي هكا؟ قال لي على مالي شنو وليت؟ ما يعجبكمش الحال؟ بنادم يتهلا في راسو ويولي يحس براسو شباب؟ تا انا راني مازال صغير. قلت له فعلا راك مازال صغير، ولكن مالك هاد التحسينه ومالك هاد السراول وليتي كتلبسهم مزيرين؟ ياك لاباس؟ خصك تلبس اللباس اللي يليق بك ويليق بالمهنه ديالك بالوضع ديالك. قال لي ماشي شغلك، ديها في راسك. واخا سيدي، انا غادي نديها في راسي. وفعلا وليت داياها في راسي. قلت خليه، غادي تجيه وقيلا داك المراهقه المتاخره. ولكن هنايا امي قالت لي شوفي بنيتي، انا راني غادي نمشي، وغادي نمشي لعند باك مسكين. واش انا غنبقى جالسه معاك ديما هنايا؟ المساعده راها عندك، ولادك كبار. خليني يا بنيتي، انت محيت توحشينا غادي تجي تشوفينا، ولا مره غادي نجي انا وباك. باك راه كيشتيه مسكين، واخا هو ما كيهضرش، انا راني ما نقدش نزيد نجلس معاك. صافي داكشي اللي كاين. مع العلم بان هذيك الدار اللي كنا ساكنين فيها صلحتها لهم مزيان ووقفتها. داك الدار اللي ولا كيدخل لها كيقول لك واش هذه هي اللي كانت عندكم قديمه؟ يعني تبدلات وتبدلات بزاف. صافي وليت انا دايها في صحيحتي. واحد المره انا جالسه حتى صونا لي الكونسيرج، لان كنا خدينا واحد الدار فواحد البلاصه اللي فيها البحر. صونا لي الكونسيرج معنا، كنت مخليه له رقم التليفون، الا كانت شي حاجه ربما يكون شي فويت، ولا ربما توقع شي حاجه في ديك الدار، كنت عاطيها رقم التليفون ديالي. قال لي السلام عليكم لاله، راني بغيت نهضر معاك في واحد الهضره اللي هي مهمه. قلت له ياك لاباس؟ الدار وقعت لها شي حاجه؟ قال لي لا، ما وقع والو، ولكن كيف ما انت كتهلاي فيا وانت يا مرا ظريفه ومزيانه، بغيت نقول لك شي هضره ولكن تبقى بيني وبينك. قلت له طلقني، شنو كاين ياك لاباس؟ قال لي لا الحاج راه ولا كيجي
وكيجيب معاه واحد البنت لديك الدار. فوقاش هادشي؟ قال لي راه ماشي اول مره، راني تقريبا هذه شي شهرين وليت كنشوفو دائما كيدخل هو وياها وكيخرجوا ساعتين ثلاثه وكيخرجوا. واش متاكد من هاد الهضره اللي كتقول؟ قال لي لا لا راني متاكد، وماشي مره ماشي جوج. ماشي غنجي ونقول لك هاد الهضره هادي، ولكن انا بغيتك ما تبقايش زعما جالسه وما عارفه والو، ما عارفه حتى حاجه وما داربه للدنيا حساب. واخا كي دايره هادي؟ مازال صغيره، تقريبا في العمر ديال بنته، مازال صغيره، وكنشوفو كطلع معاه في السياره وكيطلعوا للدار، وانا ما عجبنيش هاد الوضع هذا. واخا شوف هاد المره هادي محيت يدخل قولها لي صافي. واخا لالا ما كاين حتى مشكل صافي. ديك الساعه قطعت التليفون وتصدمت، ما كنتش منتظره بان راجلي يدير هاد الكارثه هادي. ولكن ديك الساعه محيت قالها لي الكونسيرج ما متاكداش مزيان، وما كنقولوا ربما يكون ماشي هو، ربما شي حاجه بحال هكا. ما بغاتش تدخل لي للراس، لانه ديما الحياه ديالي والحياه ديالو كانت مشتركه، وكان كيعاود لي الصغيره قبل الكبيره، والثقه كنت دايره فيه عمياء، ما عمري ما فكرت ولا شكيت فيه. واخا الراجل جا بالليل بحال اللي عاد كنشوفو اول مره، هو جالس وانا كنحقق فيه، هو جالس وانا عقل ديالي مع ديك الهضره اللي قالي الكونسيرج. راجل جاي ما قادش يزيد، مدقدق، رجليه حتى هو طايبين. وقربت له هضرت معاه، كي بقيتي لاباس عليك؟ كي دوزتي نهارك مزيان؟ قال لي راني مدقدق عيان، راني مشيت لهنا وجيت لهيه، وراني سافرت مع واحد الكليان وريته واحد السياره، ودابا راني ما قادش. مع كان ديك الساعه الصهد صافي الراجل دوش. بقيت كنقلب باش نهزلو التليفون ديالو، ما لقيتش كيفاش، لانه داير له القفل، ما لقيتش. وما عمر هاد الفكره ما كانت كطيح لي في بالي، ولا نقول نقلب راجلي. المهم داز تقريبا غير شي يومين وهو كيتصل بيا الكونسيرج، قال لي مدام راهم عاد دابا دخلوا. ديك الساعه هزيت السياره ديالي، لان تقريبا بعيده عليا هذيك الدار اللي حدا جنب البحر غير بشي ساعه ونص هكاك. هزيت السياره ومشيت بعيد، وبقيت كنشوف، جالسه كنتسنى، وما بغيتش نزرب، وما بغيتش نسبق الاحداث. قلت خصني نعرف ونجمع الدلائل مزيان. واخا تسنيت الساعه الاولى، الساعه الثانيه، الساعه الثالثه، حتى كل ساعه كنبغي نمشي، حتى كنحل باب السياره وكنولي نسدها ونقول الله ينعل الشيطان، خليني نتاكد وخليني نعرف ونشوفو بعينيا مزيان. صافي واحد اللقطه وهو كيبان لي خارج، حلات هي الباب ديال السياره، طلعت حداه جالسه، دار امارش ومشى. والله لا راجلي، والله لا وحده قد بنته. منين جاب هاد الجرأة؟ وشكون هادي زعما؟ صافي جمعت الدليل، ولكن انا ما بغيتش نسبق الاحداث، لانني مرا قويه، ومرا اللي شاربه عقلي، ودايه وجايبه في الزمان. ماشي غير غادي نجي نقول له حصلتك، يعني غادي يوقعوا مشاكل وانا بلا والو، بلا دلائل، بلا حتى شي حاجه. خليته على ما تحرك ودرت امارش للسياره ديالي، وبدلت الطريق ومشيت من طريق اخرى. الطريق كلها وانا غاده مرفوعه، الطريق كلها كانت خايله الراجل ديالي اللي هزيته ووقفت معاه ورديتو ناس ورديتو شي حاجه مهمه يجي ويخليني انا ويمشي مع وحده قد بناتو. ولكن انايا ما فكرتش بقلبي، ما بغيتش نفكر بالعاطفه، فكرت بعقلي، وقلت العيب هو التالي. شنو درت؟ خليته ومشيت، ارتاحيت نفسانيا ودخلت للدار. بقيت جالسه وكنخمم باش غادي نبدا وباش غادي نكمل، وشنو غادي ندير، واش نواجهو. ولكن لا، ما خصنيش نواجهو، لانني تقريبا بزاف ديال الحوايج، شي 3 ديال الديور بسميتو هو، انا اللي وقفت معاه، انا اللي عاونته، انا اللي طلعته، انا اللي كنت كنتقطع ونتفصل ونبقى
حاجة مشهياها وما نشريهاش، لا من اللباس ولا من ذهب ولا من بزاف ديال الحوايج. كنت حارمة راسي باش نوصلو لهاد الدرجة هادي. يجي هو يدي كلشي بارد. صافي، بقيت كنفكر كيفاش غادي ندير وباش غادي نبدا، لان هذيك الدار اللي في البحر حتى هي ديالو. انا شنو عندي داك الكراج الكبير، وعندي الدار اللي انا ساكنه فيها ديالي، ولكن الشركه وجوج ديور اخرين وبزاف ديال الفلوس عندنا. اول حاجه بديت بها هي الفلوس. مشيت للبنك لغت ليه يعني واحد المبلغ اللي محترم، قبضته ومشيت. بديت كنهز كل نهار، كنهز وكنمشي للمكتب لداخل وكنهز، لان عندنا حساب مشترك. كنهز علاش ما قديت تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور وانا كنهز. زائد هو كنقول له بانني راني هزيت. شنو درتي بها؟ مشيت تبرعت في واحد الملجأ، مشيت عطيت لواحد الناس صدقه، مشيت خديت لواحد المره مسكينه، واحد المره عاونتها في واحد السكن اقتصادي. ما كانش كيقول لي لا، وانا داك الفلوس كامله غير سل وذوق. يعني هزيت له تقريبا 80% او لا 75% ديال داك المبلغ اللي كان عندنا في الكونط. مزيان. هو ما كيدي ما كيجيب، كيدخل الفلوس. وراكي عارفين بنادم اللي كيولي راسو بالتحرميات وبلوسخ حاشاكم وبالبنات المراهقات كيولي هو الهوس ديالو غير ما نحصلوش. اما الفلوس انا قلت لكم هزيت علاش قديت، وحيدت الكونط ديالي ودرت كونط واحد اخر هنايا باش هو عاق. جاه ميساج من البنكه وتواصلوا معاه بان مدام ديالك راه ما بقاتش معاك في نفس الكونط. محيت سولني علاش، قلت له غير هكاك، انا بغيت محيت بزاف ديال الناس اللي يشكروا لي هاد لابونك هادي وكيساعدوا وبحال بحال. المهم انا غادي نجرب هاد البنكه هادي اللي عجبتنا، حتى نتايا دير فيها. صافي ما عطاش الامر اهميه، ولكن شركه وداك الشيء اللي مازال له كله بسميتو. ما خصنيش نمر عليه مرور الكرام. دابا هنايا في ديك الشهرين ونص وليت كنراقبو، وليت كنحظيه، ولا دائما مع هذيك البرغوشه اللي صراحه تصدمت فيها. تصدمت هذيك برغوشه كيفاش كيعطيه قلبه باش يمشي معاها ويخرج معاها في الطريق، ما حشمش على شيبو. زائد ونزيدكم بانه انا مهم هذيك الشركه ولا عندي النص فيها. قلتها له حيت عرفتو علاش ناوي وعرفتو سلقوط ديال الخلا. قلت له غادي تدخلني معاك في الشركه، واخا تدخلني غير ب 30% او لا 35%. ما بغيتيش النص؟ علاش؟ يا كلشي ديالك، ديالي هو ديالك وديالك هو ديالي. قلت له لا، انا راني بغيت نزيد نخدم وبغيت نزيد نعاون، وواحد الشركه راه معيطه لي باش نخدم معاهم، نكون انا هي الريسبونسابل. ولا بغيتي نبقى نحط فلوسي مع فلوسك هي دير لي انا النص؟ قال لي النص لا. قلت له شحال ما بغيتي. فعلا ما كاملش النص في الشركه كيكتبوا بالاسم ديالي. قلت الله، هاني بقيت كنسل رجل برجل. زائد هذيك واحد الدار كانت مولاتها غادي تبيعها، يعني بالثمن ماشي الحقيقي ديالها، تقريبا دايره شي 30 مليون هكاك. ولكن الا بغينا نبيعوها راه غتعطيك كتر وكتر. قلت له بغيت ناخذ هاد الدار هادي. واخا خذيها. ايه، ولكن انا بغيت ما عمرك ما عطيتيني كادو. افلان راجلي وتعاشرت انا وياك ودرنا بزاف ديال الحوايج انا وياك، وراك شتي يدي هي يديك، وانا اصلا يدي فوق من يديك، ويديك هي كل شيء. انت الخير والبركه. بقيت معاه حتى خدا لي ديك الدار. درت ساروتها في جيبي مزيان. زيد بقيت كنشوف هاد السياره هادي راه عجبتني. اي قال لي السياره راه غدا من غدا بغيت نبيعها، سيرها بسميتي انا. وقلت له واخا ماشي مشكل، خذ لي سياره. قال لي ما يمكنش، خلي من بعد. انا وليت كنسلف شويه بشويه، لانني ما بقيتش معميه كيف ما كنت في الاول. كان كل شيء ديالو. ولكن نهار يسقط الخبار باش تكونوا عارفين، ماشي جيتو واجهتو، انا كاع واجهتو. اش غيدير لي؟ غيقول لي سيري عمي في بحرك، ما عجبكش الحال نتفارقوا. اذا شكون اللي خاسر؟ انا اللي خاسره، انا اللي كنت معميه، انا اللي كان كل شيء ديالو. ما عنديش شي حاجه اللي هي كثيره.
كانت الحوايج الكثيره والمشاريع الكثيره والديور والشركات كانوا بالاسم ديالو هو، يعني كناكل وموكله والديه وكنعاون الفقراء. اما شي حاجه اللي غادي ترجع عليا بالخير وبالمنفعه ما كنتش دايره لها حساب. كنت ديما كنقول ديالنا، عندنا، شركتنا، وانا ما كنسواش منها حتى شبر. حتى شفت بعينيا المنكر، وليت ديما كنشوفو معاها، ولا دائما يكسي ويسول ويقلب. تاليا كاع شنو دار في نظركم؟ قال لي غادي نسافر. فين؟ غادي نمشي لمراكش. شنو غدير؟ عندي واحد الصفقه مهمه، غادي نجلس شي 15 يوم تما، راه بالمنفعه. واخا سير الله يعاونك. يعني ما حكيتش على الدبره، ولا قلت له نمشي معاك، ولا قلت له علاش. ما بغيتش نخليه يعيق بيا. قلت له سير الله يعاونك صافي. وفي نظركم فين مشى؟ زعما فعلا مشى لداك الصفقه؟ كيجيني الخبار بانه مشى هو وهذيك اللي قد بنته، مشاو يدوزو عمره. مزيان، ما مشيت لهاش حتى انا. دائما كنت كنقول خلي من بعد، خلي من بعد. وصلني الخبار بان الزوج الكريم مشى للعمره هو والعشيقه ديالو. ونزيدكم حامله. اييه، جابوا لي الخبار على طبق من ذهب، وبالاخبار اللي هي صحيحه ما فيهاش الكذوب. فعلا كنتواصل معاه، الكونيكسيون ما كايناش. يعني كانت مراكش غادي يعيط لي ولا غادي نعيط له، غادي تكون الكونيكسيون كاينه. درت الابحاث ديالي واكتشفت بانهم بصح مشاو للعمره. والله الا زوينه، هو والعشيقه ديالو، وفوق من هادشي حامله. وجيرانهم محيت بقحت وقلبت على شكون هي هاد السيده هادي، كنلقاها بنت اللي هي حتى هي بنت باب الله، خدامه على والديها وكتدخل لهم مصروف بلا خدمه بلا ردمه. وطبعا شكون اللي كيعطيهم داك المصروف؟ الزوج الكريم. باينه، باينه عشقها وبغاها، كترضع فيه وكتحلبو. هو ما جايب للدنيا خبار. مشيت قلبت عليها فين كتسكن، وشكون ماها، وشكون باها، والحي ديالهم فين كاينه. مزيان. دابا غادي نوريك حنيت يديا يا الرويجل. بارك عليا هادشي اللي خديت، غير هادشي راه يعيشني انا ووالديا قد عشتي في الدنيا. اول حاجه درتها هي مشيت ندير به بلاغ خيانه زوجيه. شكون لالا؟ ها شكون وها شكون. وهي التصويره ديالها وريتها لهم، وقلت لهم عندي الشهود بانه كان كيدخلها لداري، داري اللي انا سداها وبنيتها طرف بطرف وطوبه بطوبه، كيدخل لي ليها العهر والنجاسه. وزائد الشاف راه مشى للعمره هو وياها وهي حامله. واش متاكده لاله هادشي ملي كتقول؟ ياه سيدي، عندي تاكيد وعندي الدلائل، وهانتوما غادي تشوفوا. وها فوقاش غادي يرجعوا. يعني انا ديك الساعه جبت الخبر فوقاش غادي يرجعوا، وجبت العنوان ديالها هي. قيدت به محضر بانه كيخون، خيانه زوجيه مع وحده قد بنته. عطيتهم كامل داكشي اللي كيسولوني عليه، وعرفوا فوقاش الدخله غادي تجي. وعرفوا فوقاش غادي يرجع. وانا كان الحلم ديالي هي يتعرضوا له بالتمر والحليب بالسطافيت. تعرض له المخزن حسن له. وشكون بحاله؟ وشكون اللي غادي يتعرض له بالتمر والحليب؟ انا؟ لا 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 لا. انا مشيت لبعيد وبديت كنتفرج. عطيتهم الوقت بالضبط فوقاش غادي يكون. فعلا سطافيت كانت كتسناه. ايوا الحاجه نهار الليله اللي غادي يوصل فيها كلشي واجد، الشرطه في خبارهم، كلشي عارف. مزيان تبارك الله، كيتعرضوا له فعلا. ديك الساعه غير وصل اجا سيدي معانا هو وياها، بجوج بيهم كيلقاو عليهم القبض، كيهزوهم كيديوهم للكوميساريه. علاش؟ خيانه زوجيه. ومحيت بحثوا على ديك الشابه كيلقاوها فعلا حامله. اتصلوا بالوالدين ديالها، جاو كذلك. وفين هي بنتكم؟ قالوا له سيدي بنتنا راه مسافره. او اجيو تشوفوها راه رجعت على سلامتها. اجيو. فعلا الوالدين ديالها كيمشيو كيلقاو بنتهم بانها تما، ألقي عليها القبض مع راجل، وجاتهم عاديه. زعما والديها غادي يطلع لهم الدم او لا غادي يتفقسوا؟
بالعكس، قال لها سيدي دبر راسها تعوم في بحرها. ولكن الشريف، الشريفة بنتك راه حاملة. ايوا الا كانت حاملة اللي يحب لها غادي يقد بها فعلا. المهم من بعد بزاف ديال الاجراءات كيبقاو لاقين عليه القبض. كيدير هو محامي، عرفني بانني انا ديك الساعه قال لي هادشي كله عارفاه ودايره في خبارك، ما عندك حتى شي حاجه، ما في خبارك والو زعما. وقلت له حتى نكون غبيه بحالك. ايوا من بعد شنو في نظركم غادي يدير؟ هو البنت حكموا عليها بست شهور، وهو حكموا عليه بعامين ديال السورسي. المحامين وقفوا معاه وعاونوه بان راه بفلوسه. دار محاميين طلقوه. ايوا من بعد شنو؟ رجع عندي كيطلب ويزاوق، لان المحكمه مازال ما قرراتش بان الحكم غادي يدوزو في الحبس. دار محاميين على حالته الصحيه وجبد بزاف ديال الشواهد الطبيه بان الراجل مريض وبان هادي وبهادي. ولا كيقول لي هي سمحي لها خليها تخرج وانا ديري اللي بغيتي. كيفاش غادي ندير اللي بغيت؟ زعما بغيتي نسمح لها هي وانت واخا دوز العقوبه السجنيه ديالك ماشي مشكل؟ قال لي انا عارفك كتبغيني وعلى وجه وليداتنا. قلت له مازال كتذكر ولادك على فمك؟ تبهدلتي، حشومه، ولادك كبار، بنات وعزبات وشباب يعرفوا باهم دخل الحبس على هاد الكارثه هادي. ما كتحشمش؟ سير، سير اللي فيك راه كافيك. بغيتيني نسمح ليك انت وياها غادي تعطيني قده وقده، وهذيك الشركه غادي تولي كلها بسميتي. قال لي سيري بحالك، ما تسمحي لي لا انا ولا هي. داكشي اللي غنعطيه لك انت نعطيه للمحاميين. ياه، يلا سير. ولكن هنايا دار محامين فعلا ووقفوا معاه. ولكن هنايا الشرطه كيعيطوا لي كيقولوا لي الا ما سمحتيلوش راه ضروري غادي يدوز العقوبه السجنيه. قلت لهم داكشي اللي كاين، داكشي شنو بغيت حتى انا. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. ايوا. ولا هو كيطلب يتلاقى معايا فعلا. كمل لي الشركه كامله، كتبها لي بسميتي. اه. وعطاني واحد المبلغ محترم ديال الفلوس وكل شيء ولا بسميتي. داكشي اللي بغيت انا خليت له غير فراتت، غير باش يبدا عاوتاني من الاول وصافي. اما انا الحمد لله عشت عيشه اللي هي هانيه وليت مهليه في راسي. عندي اللي يكفيني انا ووالديا. انا درت غير الخير وكنت غادا معاه بالصفا والنيه، وانا مرضيه. ربي ما خلانيش بحيث ما خليتش والديا. وليت مهليه في صحتي، مهليه في راسي. تشببت حتى انا. ولكن ولد المراه عمري ندور به. بركه نربي وليداتي ونربي ميمتي ونربي با الحبيب ونعوضهم على داكشي كامل. هذاك الشيء علاش قلت لكم الا طحتي ما تقوليش تمدي يديك يعاونك شي واحد، لان ما كاينش اللي غادي يعاونك وما كاينش اللي غادي يمد لك يد المساعده الا ما كنتيش اماره ونص. سيري بالنيه ووقفي وديري الخير وسيري دائما وانت بوجهك احمر. غير ما تخونيش وما تغدريش وما تغدريش الثقه ديال شي واحد، وربي غادي يوقف معاك وغادي يسهل عليك. هنا القصه ديالي غادي تسالي والحمد لله عايشه بخير وعلى خير. ولادي ما حرمهمش من باهم. باهم حتى هو بقوه الفقصه اللي فيه وبقوه هذاك الشيء اللي داز عليه حتى هو ولا نصو مرض. ولكن اللهم لا شماتة. انا دايها في راسي وفي وليداتي وغدا في الطريق الصحيحه والحمد لله. هذه هي قصتي اللي بغيتها تكون لكم عبره. وما تثيقوش وما تغدروش في نفس الوقت. الى قضيه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.